لن تحتاج تسافر بعيد، لا جزر المالديف ولا شواطئ أوروبا، لأن الجزائر تملك سواحل تمتد على أكثر من 1200 كيلومتر، كفيلة إنها تنافس أجمل الوجهات في العالم. من الشرق إلى الغرب رح تلاقي رمال ذهبية ناعمة، مياه صافية فيروزية، منحدرات صخرية تعانق الأمواج، وغابات خضراء تلتقي بالبحر في لوحة ما تتكرر. هذا مش مجرد استجمام، هذه تجربة بصرية تحسسك وكأنك في عالم تاني، بعيد عن الزحمة وبعيد عن التكاليف المرتفعة وقريب جدا منك. اليوم في قناة ألجي فيو رح ناخدك في جولة عبر أجمل 15 شاطئ في الجزائر، من أماكن ما يعرفها إلا القليل إلى مواقع بدأت تشتهر بجمالها وسحرها. لكن قبل ما نبدأ، إذا كنت جديد معنا لا تنسى تضغط زر الاشتراك وتفعل الجرس. قربنا نوصل ل10,000 مشترك، ودعمك رح يساعدنا نوصلك كل جديد عن الجزائر اللي ما تعرفهاش. من مستغانم إلى عنابة، من بجاية إلى وهران، ومن جيجل لتبازة، كل شاطئ عنده حكاية خاصة، أجواء مختلفة، وطبيعة تبقى محفورة في الذاكرة. وتخيل معايا شاطئ جنان البي في جيجل بجماله البكر، أو شاطئ عين التركي في وهران اللي يجذب الزوار من كل مكان، وشاطئ عين عشير في عنابة بمياهه الصافية، وشاطئ تمنفوس في العاصمة بأجواءه العائلية، أو شاطئ سيدي فرج اللي يجمع بين التاريخ والمتعة. هذه فقط أمثلة، والرحلة ما زالت مستمرة. وبينما بعض الشواطئ مجهزة بالكامل، راقية وقريبة من كل الخدمات، في شواطئ ثانية بكر عذراء تديك في رحلة هدوء وصفاء بعيد عن ضوضاء المدن. وفي نهاية هذه الجولة القرار رح يكون عندك، هل تكتفي بالمشاهدة ولا تبدأ تخطط تزور هذه الأماكن هذا الصيف؟ شاركنا رأيك في التعليقات، أي شاطئ شد انتباهك أكثر وأي واحد ناوي تزوره؟ ولا تنسى دعمك بالاشتراك في قناة ألجي فيو يخلي الرحلة تستمر، ومع بعض نكتشف جمال الجزائر شاطئ ورا شاطئ. إلى اللقاء في فيديو قادم، وخلي صيفك مختلف.